دي ليلى عبد اللطيف او ليلى ألطف يا لطيف زي ما واحد يوتيوبر مسميها. معرفش اذا كنتوا حضراتكم عارفين ولا لا ان العالم له حكام. حكام العالم دول اللي هم بيمشوا سياسة العالم بصفة عامة من وراء الكواليس، بيسموها الديب ستيت، الدولة العميقة. غالبا بيكونوا من اللي بيتحكموا في البنوك، بيتحكموا في الفلوس، بيتحكموا في السلاح. له حكام. حكام العالم دول ليهم ناس بيتحدثوا باسمهم. في كل دول العالم بتلاقي في ناس بتتحدث باسم حكام العالم، احنا بنسميهم منجمين. يعني مثلا في مصيبة هتحصل في مكان معين في العالم والعالم عاوز يتفاداها، فحكام العالم يروحوا للمنجم ده. كل دول فيها المنجمين. احنا عندنا المنجمين من ضمنهم ليلى عبد اللطيف. ففي مصيبة تحصل حكام العالم يروحوا لمنجم يقولوا له قول الكلمتين دول علشان تحذر الناس من المصيبة اللي هتحصل. ليلى عبد اللطيف عندنا هي من ضمن المتحدثين باسم حكام العالم. يعني بيدوها المعلومة يقول لها قولي الكلمتين دول، والناس اللي هم مهتمين بالكلمتين دول هيفهموا الرسالة. فهمتوها؟ فاللي حصل من قبل مباراة المغرب، من قبل كأس أفريقيا، ليلى عبد اللطيف خرجت وقالت المغرب قالت السنغال هيكسبوا كأس أفريقيا. الكلام ده من قبل كأس أفريقيا ما يبدأ، من قبل المباريات ما تبدأ، خرجت وقالت السنغال هيكسبوا كأس أفريقيا. طبعا عامة الناس افتكروا ان ليلى عبد اللطيف ومن ضمنهم الفريق المغربي قالوا ان ليلى عبد اللطيف بتقول الكلمتين دول علشان السنغال فريق قوي وطوال وصراع وعندهم حالة صحية كويسة. فقالوا ان ليلى عبد اللطيف بتتخيل ان الفريق السنغالي قوي عشان كده هياخد البطولة. ده تفكير عامة الناس. اسمعوا حضراتكم ليلى عبد اللطيف قالت ايه على كاس افريقيا. أنا أتوقع أن كأس أفريقيا التي ستنظم في المغرب لن يفوز بها لا المنتخب المغربي ولا الجزائري ولا التونسي ولا المصري، ورغم قوة هذه المنتخبات العربية وحماس جماهيرها إلا أن توقع يتجه بقوة نحو القارة السمراء، حيث أتوقع أن المنتخب السنغالي سيكون هو البطل وسيحمل الكأس من قلب المغرب. زي ما حضراتكم سمعتوا العالم كله ومنهم المسؤولين عن الكرة المغربية افتكروا ان ليلى عبد اللطيف بتقول الكلام ده علشان السنغال فريق قوي، وعدوها لحد ما جت ضربة الجزاء في آخر دقيقة في المباراة. ضربة جزاء حقيقية كلنا شفناها، أنا عملت عنها فيديو وتشاف 500,000 مرة، بلاش عرضها تاني. وحصل انسحاب الفريق السنغالي، مدرب السنغال قال لهم اخرجوا. في اللحظة دي حضراتكم شفتوا الجماعة اللي هم لابسين عريانين كده، مجموعة من الناس لابسين عريانين ومكتوب على صدرهم كلمة سنغال، دخلوا الملعب وبدأوا يكسروا ويضربوا ناس بالكراسي، لدرجة ان في مواطن مغربي الحمد لله كان هيموت ولكنه على قيد الحياة. لما بدأت عمليات التكسير، المسؤولين في المغرب بذكائهم وبحنكتهم وبخبرتهم حطوا واحدة جنب واحدة، فكروا الكلام اللي قالته ليلى عبد اللطيف وشافوا اللي بيحصل في المغرب، ففهموا المخطط على طول، وعرفوا ان السنغال قررت بالاتفاق مع الجزائر ان لازم السنغال تاخد الكاس، والا هيبوظوا المسابقه، هيكسروا الاستاد، هيدبحوا المغاربه اللي موجودين في السنغال. وطبعا يعني عملت لكم فيديو وهعمل لكم فيديو تاني عن الموضوع ده. وغير كده هتحصل مجزره في الاستاد ما بين السنغاليين وبين المغاربه، وهيموت ناس، وهتبوظ المسابقه كلها في المغرب،
وكده يبقى الجزائريين والسنغاليين والمصريين فرحانين ان المغرب باظت عندها المسابقه، والعالم بقى يبدا، والمسمومين بقى في العالم في افريقيا يبداوا يكتبوا المغرب فشلت في تنظيم مسابقه، المغرب حاولت تسرق الكاس من السنغال، ولكن السنغال العظيم رفض ان الكاس يتسرق منه وانسحب من المباراه، لكن الجمهور هو اللي زعل، والجمهور هو اللي كسر، وفريق السنغال ملوش دعوه، والمسؤولين السنغاليين ملهمش دعوه، ده حماس الجمهور هو اللي عمل كده. ولكن الحقيقه ان الناس السنغاليين اللي كانوا قاعدين عريانين ومكتوب على جسمهم كلمة سنغال هم دول فقط اللي بدأوا بعمليات التكسير. معنى كده ان دول عندهم اوامر، ان او راحت لهم الاوامر ان لما نقول لكم كسروا كسروا، يعني فريق التكسير جاهز. فهمتوها؟ ولكن المسؤولين في المغرب زي ما قلت لكم عندهم من الذكاء ومن الحنكة، كشفوا المخطط في 10 دقايق، وتم الأمر للاعب الفريق المغربي أنه يضيع ضربة الجزاء، وبلغهم فريق السنغال تعالوا كملوا المباراة، هنضيع ضربة الجزاء وهنخليكم تاخدوا الكاس. أصلا لو ما كانش الجون دخل في الوقت الإضافي ووصلت ضربات جزاء، كانت المغرب هتخلي اللعيبة يضيعوا ضربات الجزاء بحيث ان السنغال ياخد الكاس. التعليمات جت في الفترة دي لما شافوا ايه اللي هيحصل في الاستاد لو السنغال خسرت. التعليمات جت من اتحاد الكرة للمدرب وللاعبين: اخسروا المباراة حفاظا على امن وامان المغرب، حفاظا على ارواح المغاربه، حفاظا على ارواح الجاليه المغربيه في السنغال. ومن هنا لو تلاحظوا اللاعب اللي ضرب ضربه الجزاء كان بيبكي، عنده امر انه يضيع ضربه الجزاء، ولو اتجنن ودخل جون كان تسبب في مجزره. فهمتوها؟ ده مخطط علشان الجزائر والسنغال ومصر يبدأوا بقى حملة الهجوم على المغرب، ويقول لك المغرب لا تصلح انها تنظم كاس العالم، اذا كانت فشلت في تنظيم كاس افريقيا ازاي تنظم كاس العالم، وتبدا بقى حملات الهجوم. ويقولوا لك اعلام مصر بقى يبدا والجزائري والسنغال يقول لكم احنا مش قلنا لكم ان المغاربه بيشتروا المباراه، احنا مش قلنا لكم ان المغاربه هيفوزوا مهما حصل. فهمتوها؟ ده مخطط سنغالي جزائري لتبويض، اما السنغال يكسب واما هنبوظ المباراه، هنبوظ المسابقه وهنشوه سمعه المغرب. فهمتوها؟ ولكن الحمد لله المسؤولين المغاربه طلعوا اذكياء، اكتشفوا المخطط، والسنغال هيتم عقابها والايام بيننا. المهم بوجه رساله للاخوه المغاربه، بقول لكم انتم الكسبانين بالكاس، العالم كله عارف انكم خدتوا الكاس، احتفلوا بمكسب الكاس وحقكم هيرجع تالت ومتلت. وافتكروا كلامي.